ازاي تخلي حد يندم انه خسرك او انه باعك؟ مش كل ندم بيجي من كلمة، هو ولا من رسالة ولا من عتاب طويل. في ندم ما بيظهرش غير لما الانسان يشوف الفرق، لما يشوف حياتك من غيره احسن وانضف واهدى، كأنه ما كانش فيها اصلا. خليني اقولك الحقيقة في الاول، اكتر حاجة بتخلي حد يندم انه خسرك مش انك تحاول تثبت له انك غلطان، لكن انك تثبت لنفسك اولا انك كنت احق بحاجة احسن. الناس ما بتندمش لما بنلح، بتندم لما تكتشف ان اللي كان معاها كان نعمة وهي ما خدتش بالها وسمحت انه يخسر. عايزة اقولك ان اول خطوة تخليك تمشي في الطريق ده وتندم فعلا الشخص اللي خسرك انك تختفي بهدوء، مش اختفاء غاضب ولا اختفاء مليان رسائل، لكن اختفاء ان الشخص اللي قرر ما يشرحش نفسه تاني، ما يبررش وجعه تاني. مش كل شوية ادخل وابرر واديلك مبررات انك عملت وما عملتش، لا. الغياب الهادي بيخلي العقل يشتغل والاسئلة تبدأ: هو ليه مش موجود؟ هو ليه مرجعش؟ هو ليه ما حاولش؟ هو فعلا قدر ينسى؟ هو معقولة يكون مشي؟ ساعتها بس الندم يبدأ. تاني حاجة، رجع قيمتك في عينك، في عينك انت مش في عينه هو. لما كنت معاه يمكن كنت بتدي اكتر مما تاخد، تسكت كتير، تعدي حاجات ما تتعديش، وتقول اصل ما بحبش ازعل حد. لا، بعد الخسارة لما تبدأ تحط حدود وتقول لا وتختار نفسك وتعامل روحك باحترام، اللي خسرك هيشوف نسخة منك كان نفسه يشوفها وهو موجود، بس ما كانش يستاهلها. الندم الحقيقي بيجي لما يشوفك مش محتاجه، مش لما يشوفك بتتألم بسببه. تالت نقطة، نجاحك غير من نفسك. نجاحك الهادي مش الاستعراض، مش الصور المبالغ فيها، مش عشان أثبت له أنا بقيت عامل إزاي. أثبت لنفسي أولا، حط نفسك في المقدمة الأولى، ولا يبقى في ضحك مصطنع، لكن إنك تبقى ثابت مطمن، حياتك ماشية حتى لو بتتعب، بتقوم بتكمل. خلي وجعك ده لك لنفسك، اللي يظهر بره عكس ده كله، اللي يظهر قوة مش انكسار. في ناس أكتر حاجة بتوجعهم إنك تكمل من غيرهم وكأنهم ما كانوش محور الكون. ما تغيرش عشان تثبت حاجة، ما تبقاش قاسي فجأة ولا متبلد ولا شخص مش شبهك. خليك انت بس النسخة اللي اتعلمت، النسخة اللي فهمت ان اللي يحب ما يسيبكش تتكسر، ما يحاولش يخسرك، ما يحاولش يتسبب في امور انت ما بتحبهاش، ما يتعمدش يعمل حاجة انت عاتبته فيها اكتر من مرة وما ذلك بيعملها. لما يشوف انك ما بقيتش متاح ليه وإن وجودك بقى اختيار مش عادة، هيفهم متأخر إن خسر شخص نادر. وأهم حاجة، ما تنساش ندمه ولا تبني حياتك على لحظة ضعف منه. يمكن يندم ويمكن لأ، بس الأكيد إنك لما تتعافى بصدق النتيجة واحدة، إنت الكسبان. الندم اللي بيدوم هو ندم الإنسان لما يشوف إن اللي مشي مشي وهو نضيف القلب قوي الروح وما خسرش نفسه علشان حد. وفي الآخر خلي نيتك دايما إنك تصلح نفسك، مش إنك تعاقب غيره، لأن اللي بتصلح من جوه ما يخسرش أبدا. وأوعى تدخل في علاقة وإنت متكسر. الحكمة أحيانا أعظم رد على الخسارة إنك تتحول وتبقى النسخة اللي كان لازم تتولد من الأول.